يحيوي عفوا، وحوزوه يعني بعض الرجال اللي قالوا بلي انت مش يعني انت يعني شخص غير نزيه، انت شخص موظف يعني. فالان اصبح في الجزائر يعني يستعمل وزاره، يعني يستعمل رئاسه الجمهوريه كبيت خاص، يستعمل في الاموال الجزائريه كمال خاص، يدير الجزائر وكانها يعني اماره من اماراته، يعني خلاها له باباه. ف يعني ما يمكن انه الانسان يقول مثل هذا الشخص. العتب، واقول العتب على الناس اللي ساكتين عليه، لانه لا يضيع حق ما دام فيه انسان يطالب به، لا يضيع حق ما دام ناس وراء هذا الحق. واقول انه هذا الحق لا يمكن اننا نسكت عليه. ليش؟ لانه هذا الحق امانه، اموال سوناطراك واموال الجزائر، مش مالك ومال هذاك ومال هذاك فقط، مش دراهمي ودراهمك فقط، دراهم كل الجزائريين، دراهم الشهداء رحمهم الله، دراهم يعني كل انسان قادم في بطن امه. فتعتبر امانه الانسان يحافظ عليها، لانه عليها ستبنى يعني اجيال قادمه، سيبني عليها مستقبل قادم. فمش من حقنا ان نسكت عليها، مش من حقنا ان نسكت على بوتفليقه وامثاله، مش من حقنا ان نسكت على الناس يعني سواء كانوا في المؤسسه العسكريه او في اي مؤسسه من الدوله، يعبثون بالاموال ويعبثون بالثروات، وهمهم الوحيد انهم يعيشوا كالسلاطين. هذا من جهه. من جهه اخرى يعني اتقدم يعني بنداء لكل الاحرار، لكل الناس المخلصين، لكل الرجال بأتم على الكلمه، لانه في هذا الوقت لحقنا الوقت، احنا في حاجه الى رجال يعرفوا قيمه الجزائر، رجال مستعدين على انهم يعني ياخذوا الامانه، ياخذها بكل العبء، لانه الان لحقنا الى مرحله صعبه، مرحله حرجه، مرحله يعني نكون فيها او لا نكون. فنحن يعني بحاجه الى كل الرجال، الى كل المخلصين، يلتفوا يعني بعضهم بعض حتى يعني يتم انقاذ ما يمكن انقاذه، والا يعني فقل عن الجزائر السلام. واذا ضاعت الجزائر ما عندناش جزائر واحده اخرى، ما عندناش بلاد واحده اخرى، ما عندناش. انا اقول لكم الغربه صحيح انه اللي يخرج من داره قل مقداره. الناس تشوف في يعني في الخارج على انه جنه، لا، الجنه راهي في الجزائر، الجنه راهي في الجي، راهي في وهران، راهي في تمنراست، راهي في اليزي، راهي في قسنطينه، راهي في باتنا، راهي في تيزي وزو، راهي يعني من الجزائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا. هذه هي الجنه نتاعنا، لانه فيها الانسان راهو في بيته، فيها الانسان راهو بين اهله، فيها الانسان تاريخه، حاضيه، ماضيه، مستقبله. ف يعني امانه من الواجب ان نحافظ عليها، امانه يجب علينا ان ما يعني نضحي من اجلها. فلذلك ادعو كل الرجال، يعني الرجال باتم معنى الكلمه، مش يعني بين قوسين. فاتمنى انه هذا الرجال يعني يسمعوا النداء، وانهم يعرفوا انه الان لحقنا الى مرحله نكون فيها او لا نكون. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الرجال ويحفظ يعني كل المخلصين من الشعب الجزائري. وبالعمل لازم نعرف انه بالعمل وبالاخلاص سنصل ان شاء الله. هذه ما عنديش فيها ادنى شك. وهذا هو المنتهى ان شاء الله. السلام عليكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حوارات أخرى. إلى ذلكم الحين، ها هو نور الدين خبابة يحييكم من قناة المصالحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بلاد الجدد، عظمان حق
أبيض الفخر منا الفخر، وفي كل فج حمينا الثمر، فنحن الرماة بنو الفاتح.